السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. وحشين والله، بس يعني ليا كم يوم كده ما نزلتش فيديوهات، يعني عشان يعني ما فيش حاجة جديدة يعني. كان في حد بعتلي في الرسالة، يعني بيقول يعني حاولي تجددي من القناة وكده، بس انا يعني ما فيش حاجة تاني معايا، فيش الا الشقة يعني بس. فمش عارفة ازاي يعني اجدد. انا يعني بعمل اللي هو ايه، اللي بيكون معايا موجود في الشقة، يعني ان انا برتبها واوضبها والمطبخ وبس كده يعني. مش عارف يعني اجددها ازاي الصراحة. يعني لو في اقتراحات معاكم ولا كده يا ريت تقولوا لي عليها يعني. ف يعني عملت اللي هو الشريك دوت، اللي هو البوريك يعني. عندنا نحن بنسمينه بريك يعني في بلدنا. فعملته امبارح، فقلت ايه انزلكوا الفيديو يعني اللي حابب يعني يعملوا كده يعني. أه الصراحة يعني الحاجات دي بتنفع في البيت يعني مع الأطفال وكده، بتكون كويسة يعني في الصبح يعني يفطروا بيها وكده. يلا طولت عليكم. المهم هنا حطيت أنا عاملة المقدار دوت على 3 كيلو دقيق يعني. هقول لكم المقدار بتاع الكيلو، عشان يعني اللي عايز يعمل كمية صغيرة يجربها الأول. مقدار الكيلو الواحد بيضة، اللهم صل على النبي، بيضة وكوباية إلا ربع سكر، ونص كوباية زيت أو سمن أو سمنة على زيت. أنا عملت سمنة على زيت يعني. يبقى كوباية بيضة، كوباية إلا ربع سكر، نص كوباية زيت على سمنة أو سمنة يعني بس، ومعلقة خميرة صغيرة خالص، خميرة فورية يعني. اللهم صل على النبي. وايه تاني؟ وفانيليا طبعا للبيضة، ومعلقة من البيكنج باودر او الكيك شيف يعني. الكيك شيف احسن على فكرة. بس وطبعا يضربوا كلهم مع بعض زي ما انا هعمل دلوقتي يعني. حطيتهم على بعض ويضربوا. بعد كده نحط كوباية السوائل دي على حسب نوع الدقيق على فكرة. يعني انتوا تعملوا السوائل، ما تحطوش مثلا كوباية لبن، يعني الكيلو عليه كوباية لبن مثلا او كوباية ونص. فانتوا بعد ما تعملوا تضربوا البيض مع السكر مع الزيت والكلام دوت، تروحوا ايه اللبن شوية شوية يعني ما تحطوش مرة واحدة، عشان ممكن نوع الدقيق مش عايز مثلا سوائل، وممكن في نوع تاني عايز. فانتوا تحطوا كوباية ونص جنبيكم كده اهو على الكيلو يعني، وتشوفوا مثلا الدقيق ايه بقى، هياخد دقيق هياخد سوائل او لا، على حسب يعني. بس واللي يحط مثلا كوباية ونص لبن، ولسه العجين عايز مثلا سوائل وكده، يحطوا مية يعني عادي، يكمل بالمية بس. انا عملت طبعا 3 كيلو دقيق، فحطيت 4 بيضات. يعني اللي عايز يزود بقى البيض اللي غالي دوت دلوقتي، اللي حابب ان هو يضيف يعني زيادة بيض ما يعملش حاجة يعني. بس طبعا ايه ما وريتلكوش العجين عشان كان الجو حر وكده. فزي ما انتوا عارفين يعني الناس بتكون يعني ما حبش تزود هدوم يعني. فعجنتهم يعني بعد ما عملت الخلطة دي اللي قدامكم. عملتها بالمضرب كويس يعني. وبعد كده انا ما ضفتش على فكرة اللبن كله يعني، خليت شوية بعد العجين بعد ما اشوف يعني نوع الدقيق ايه. على فكرة انا عاملة الدقيق بتاع التومين دوت، اللي لونه مش الفينو يعني الابيض، لا بتاع التومين العادي يعني. بس وهنا وريتهولكوا يعني، بس لونه طبعا اسمر شوية عشان نوع الدقيق.
لون اسمر. وبحب اشكر يعني الاستاذ اللي بعت لي في الرساله ان انا اجدد وكده. بس والله انا ما عنديش يعني حاجه تانية اعملها، يعني مفيش الا في البيت هنا، يعني في الشقه بتاعتي بس. لو عندكم يعني حلول انتوا ولا كده يا ريت تشاركوني بيها يعني. ومتاسفه انا حاسه ان انا طولت عليكم يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.